طبعا عندنا اللحيمي دوت روز بيف اللحيمي، وعندنا صدور الرومي ده طبعا حلواني، ده برضو تبع شركه محترمه جدا جدا جدا. ده شعبي شويه، ده درجه عاليه جدا جدا، شركه محترمه. في لانشون الجرام منه بالشيء الفلاني، هعرفك ازاي بقى. هو دهب؟ اه طبعا اعلى من الذهب كمان. ليه بقى؟ هو لانشون بس لانشون طبيعي. ايوه. اللانشونات كتير 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 كتير، في الرخيص وفي الغالي وفي 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 هو ده كل كل لانشون- اطعم. اللانشون في منه بلحمه وفي منه طبعا. مصنع يعني طبعا. فول صويا او ثلاث ارباع اللانشونات مصنعه. طب نعرف ده ازاي؟ لانشون دخل مصنع. نعرف ازاي ان اللانشون فيه لحم بقري؟ لحم بقري كامل. طبعا بحسب سعر المنتج، يعني المنتج زي ده كده حاجه زي دي الكيلو لانشون زي فيه بقى. 350 جنيه. ده لانشون اسمه لانشون سلامي. ده لانشون العادي بتاعنا خالص، برضو ده لازم يخش له فول صويا لانه سعره متناول الجميع كله، يعني كل بيشتريه. طبعا عندنا اللحيمي دوت روز بيف اللحيمي، وعندنا صدور الرومي ده طبعا حلواني، ده برضو تبع شركه محترمه جدا جدا جدا. ده شعبي شويه، ده درجه عاليه جدا جدا، شركه محترمه. وده نفس الكلام برضو شركه محترمه جدا. طب الناس بتعرف اللانشون من ريحته ولا من طعمه ولا من طري او ناشف او لونه؟ في شفت أهو. الالوان بتبقى مختلفه. اللانشون باين، اللانشون معروف. اللانشون اللي يعمل كده وما يتقطمش منك ويتهري ده لانشون نظيف، لانشون زي ما هو. كل لانشون ما بيتقطمش؟ لا اللي في بيتقطم لانشونات بيبقى فيه ايه؟ في بيبقى فول صويا. فول صويا. فول صويا معروف. لكن اللي فيه لحمه ما بيتقطمش؟ لا طبعا في لحم ما بيتقطمش طبعا. حاجه زي ده كده برضو حاجه محترمه، وشركه اطياب محترم برضو. ما ده حسب الخلطه طبعا المصنع، ده كل خلطه المصنع. ده طبعا حاجه تانية، بس هو ده مطلوب في السوق جدا 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 لانه يعتبر لحم صافي صافي صافي. اقل سعر لانشون يعني تقريبا في الكيلو ممكن يعملوا 120 عندنا. ده يعتبر اقل لانشونيه وسعرها كويس وسعرها حلو. اللي اعلى منه شويه زي ده كده مثلا 160. ده السلامي ده معروف علشان بلحم ده صافي مثلا معروف. بنسبه كبيره. بيبقى لحم صافي ولا بيبقى فيه اضافات؟ اكيد اي لانشون لازم يبقى فيه اضافات. لو بصيت على البولوبيف هتلاقي نفس علبه البولوبيف نفس ده، بس لانشون محترم برضه. اللانشون ريحته ريحه لكن وطعم. بيبقى فيه ريحه مختلفه لللانشون المصنع. اكيد طبعا ده لازم. ده بتميزه بقى بهارات وتوابل ما هو ده لازم بس الناس بتاكل. الناس بتحب بقى اللانشون عشان برضه اللانشون البهارات حلو. والتوابل اللي فيه بيحبها. حلو وبعدين مش وحش يعني.